فرصه مش هتتعوض يا صديقي، انت في ايدك كنز مش واخد بالك منه. طب ايه الفرصه يا مستر؟ رمضان. استنى يا عم، بدل ما تقول ده رمضان تعب وكسل وصيام، خليني اقول لك الحقيقه اللي محدش بيقولها. رمضان ده مش شهر مذاكره قليله، رمضان ده شهر تركيز عالي. ليه يا مستر؟ لانك صايم، يعني مش بتاكل كل ساعتين ولا بتجيلك تخن ولا هبوط سكر مفاجئ. جسمك طبعا بيكون هادي والدنيا طبعا بتكون هاديه ان ده رمضان، وطبعا المشاهدين بيكون اقل والاشعاعات بيكون اقل، فدي طبعا بيكون مثاليه طبعا للمذاكره، والمشتتات اقل يعني بيئه مثاليه من المذاكره. لكن المشكله فين يا مستر؟ ان 90% من الطلبه بيضيعوا الشهر ده سهر على الفاضي، مسلسلات وموبايل وتاجيل، وانت بس لو اشتغلت صح هتسبقهم كلهم. طب يا مستر عمليا هنعمل ايه بقى؟ رمضان ده بيتقاس بالطاقه مش بالساعات. لا اسمعني كويس، رمضان ده بيتقاس بالطاقه مش بالساعات. عندك 3 اوقات ذهبيه. الوقت الاول ده بقى اللي هو بعد الفجر، ده الاخطر ساعتين في يومك، مخك صافي، مفيش دوشه مفيش اشعارات. طبعا ده تذاكر فيه رياضه وعلوم وجرامر. ساعه ونص التركيز هنا اقوى من 4 ساعات بعد المغرب. الوقت الثاني قبل المغرب بساعتين، طبعا بعد ما ترجع من دروسك هتحس ان انت تعبان فتنام ساعه، تصحى تراجع ان انت ذاكرت الصبح وتحل شويه اسئله عليه وتقرا ورد من القران بتاعك اليوم. الوقت الثالث بعد التراويح هتكون جاي لسه مصلي جاهز، تحس ان انت هادي، تكون مذاكر ساعة واحدة بس وتختبر نفسك وتحل امتحان صغير وبعد كده تنام لك لغاية السحور. دلوقتي معانا أهم قانونين، 45 دقيقة تركيز و15 دقيقة راحة. القانون التاني لازم تخلص كل يوم حاجة واحدة، مش ذاكرت شوية وخلاص، لا انت ذاكرت درس وحليت عليه وحفظت 20 كلمة من انجليزي وحليت عليه وقريت الورد بتاعك اليومي بتاع القرآن. خليني اقول لك حاجه اخطر، لو ذاكرت 3 ساعات مركزهم يوميا في رمضان، يعني 90 ساعه تركيز في الشهر، 90 ساعه زايدين على اي حد ضيع وقته، يعني فرق درجات، فرق مجموعه، فرق ثقه، وطبعا بكده هتجيب الفول مارك في العلوم. رمضان بيعلمك الانضباط، لو عرفت تلتزم وانت صايم هتعرف تلتزم في اي وقت. والنجاح مش ان انت تبقى اذكى، النجاح ان انت تبقى اكتر واحد ملتزم. فاسال نفسك دلوقتي، عايز تبقى من اللي بيقول رمضان ضيعني ولا من اللي بيقول رمضان ده كان نقطه تحول؟ القرار عندك انت. لو عايز خطه يوميه جاهزه تمشي عليها يوم بيوم في رمضان، هتلاقي لينك اسفل الفيديو ده، ادخل شوفه وابدا النهارده مش بكره، وبكده تكون ضمنت رمضان 100%. وما تنساش عبادتك، وكل سنه وانتم طيبين. مع السلامه.